عارف ان هما الاتنين متشابهين في حاجات كتيرة جدا، وان هو غني وعنده شركات كتيرة. واول ما بتروح للميعاد ده الست اللي قاعدة على الكافيه بتتردد ان هي تدخلها لان لبسها ما بيكونش مناسب جدا مع المكان، فبياخدوها وبيغيروا لها هدومها وبيلبسوها فستان شيك جدا. وبتقابل الشخص ده وبيبقى اسمه وانغ، وبيبداوا يقعدوا مع بعض وبيكون الاتنين متفقين مع بعض جدا لان الاتنين بيحبوا الشاي زي بعض. ولكن من كلامهم كده بتكتشف ليها ان حياته كلها عبارة عن صفقات، وانه هيبقى ارتباطه بيها صفقة مش اكتر. وبتتصدم لما تعرف انه جه عن طريق ابليكيشن المواعدة. وبتكتشف في اخر اليوم ان هما مختلفين عن بعض جدا، فبتسيبه وبتمشي. وكده اول موعد ليها فشل. تبدأ ليا في توزيع عينات من الشاي علشان يمكن حد يعجب بالشاي بتاعها ويجي. وفي الوقت ده بيتكلم والدها وبتلومه على اللي عمله، ولكن هو بيقول لها ان هو غني جدا وهيعيشك عيشة كده تمام وهيساعدها في شغلها جدا.